اختلف معاه في الماتش اللي فات، في ماتش مودرن فيوتشر والمصري، اللقطه الجدليه لحسين السيد الناس اتكلمت عليها، ويمكن انا كنت محضرها في كوره بلس وما حللتهاش، لان كان ماتشين زد والاهلي والزمالك والمصري كان في نفس الوقت، والحالات التحكيميه كتير جدا في الماتشين، وبالتالي ما خدتش اللقطه التحكيميه، لان اللقطه مهمه جدا في ماتش مودرن فيوتشر والمصري. اللقطه بتقول ان حسين السيد لو معاه المدافع اللي على يمينه بس، المدافع اللي على يمينه ما فيش تلامس نهائي، وبالتالي لو المدافع بس اللي على يمينه موجود، انذار لحسين السيد كان هيبقى انذار تاني وهيبقى انذار مستحق، وكان محمد عادل صح الصح. لكن اللقطه التحكيميه بتقول ان المدافع اللي على شماله رجله اليمين او ركبته اليمين اصطدمت باهمال في رجل حسين السيد، هي دي اللي اوقعته ارضا، وبالتالي في خطا حصل باهمال من المدافع. مفيش حد يتكلم على اعاقه بالقدم في قدم انها نوت انف، مش كفايه، لا، الركبه في الركبه دي او الركبه في الرجل دي اعاقه واضحه وصريحه. لقطه اقل من كده بمراحل كبيره جدا، لو نرجع بالذاكره مراحل كبيره جدا، يمكن اجيبها لكم وهنزلها لكم على صفحتي. في كاس العالم رونالدو 2018 في كتب كاس العالم موجود، وكانت تم احتساب ركله جزاء اقل من كده بمراحل كبيره جدا على رونالدو، ولما طلع ايامها كان بوساكا هو المسؤول، ولينا الكلام على اللقطه ديت، قال لك في الاحتكاك اللي حصل بالركبه هو اللي عمل اعاقه، وبالتالي اعاقه موجوده تبقى ضعيفه تبقى قويه، هي دي اعاقه حصلت باهمال، وركله الجزاء كانت صحيحه على رونالدو وتم تحليلها في الاتحاد الدولي. لقطه اقل من دي، اقل من الاعاقه اللي حصلت، وبالتالي بنتكلم على اعاقه بالركبه من المدافع، مدافع مودرن فيوتشر، ركبته اليمين في رجل حسين السيد الشمال، هي دي اللي عملت الاعاقه وهي دي اللي وقعته، وبالتالي مفيش تمثيل. طيب احنا محمد عادل لو هتختلف على ركله الجزاء، لكن استحاله بلقطه زي دي ادي سيميوليشن، مفيش فيها انذار باي حال من الاحوال، لان في احتكاك حصل، والاحتكاك على فكره الاحتكاك فيه خطا وخطا واضح، وركله جزاء صحيحه المصري. محمود ناجي كان حكم الفار، بحييه على اللقطه، كان لازم محمد عادل ياخد بيها، يرجع يلغي الانذار لحسين السيد ويدي ركله جزاء صحيحه النادي المصري في لقطه تحكيميه كبيره. ليه بتكلم على اللقطه دي دلوقتي؟ لان انت كلجنه حكام جايب محمد عادل الحكم المميز الكبير من لقطه فيها لغط وفيها كلام كتير، لمباراه حكم فار في ماتش الاهلي والزمالك. طب اللقطه دي بنتكلم فيها وبنتكلم عليها، يعني ليها وعليها بنتكلم ان في لغط كبير، وبالتالي بنتكلم على لقطه تحكيميه كبيره جدا اخطا فيها محمد عادل. محمد عادل على فكره من اقرب الناس ليا شخصيا، لكن لما بنتكلم في تحكيم يا جماعه كامل احترامنا لمحمد عادل وشخص محمد عادل، لكن لقطه تحكيميه بتقول ان ركله جزاء صحيحه للمصري لم تحتسب، والطرد لحسين السيد، الانذار الثاني حسين السيد، الانذار الاولاني كان صح مليون المية، لكن الانذار الثاني ده انذار المستحق، فطرد حسين السيد كان طرد غير مستحق. وبنتكلم ان في لقطه تحكيميه اثرت بصوره كبيره على نتيجه مباراه مودرن فيوتشر والمصري، او المصري ومودرن فيوتشر، وبالتالي انت جايب محمد عادل في وقت مش هو موجود فيه احسن حاجه، فانت بتضر لمحمد عادل وبتضر بالمباراه، ده اللي بتكلم فيه. مع موجود ابراهيم نور الدين 2014 كان قد ابراهيم نور الدين 24 100 مره، ولكن انا اثق في نزاهه محمد عادل واثق في نزاهه ابراهيم نور الدين، واتمنى لهم الاثنين التوفيق، لكن بكلمكم على محددات الاختيار. انت كلجنه حكام اللي بتختار لازم تختار اروق حكم في الوقت ده واروق فار في الوقت ده عشان ترجح مباراتك. الحاجات دي يا جماعه عشان تختار طاقم تحكيم لمباراه لازم توفر له كل سبل النجاح. محمد عادل اثق فيه بمنتهى الكفاءه، وان شاء الله ربنا يكرمه يعمل ماتش كويس، لكن ليه تجبره او تجبر اختيار تجيب واحد عنده مشكله او عنده ماتش لسه مخلصه كان فيه مشكله كبيره، وتجيبه تحطه حكم فار في ماتش كبير زي الاهلي والزمالك؟ ليه تحط لغط في القصه وفي الكلام دوت بصوره مش كويسه؟ صوره انت ما تورطش حكمك او تورط محمد عادل في حاجه كبيره في الماتش ده، هو ذهنيا مش هيبقى زي محمد عادل قبل الماتش بتاع مودرن فيوتشر والمصري. اللي معاه عاطف حسين هو مساعد لحكم الفي ار، ما عنديش مشكله مع عاطف ولا مشكله مع غيره. اذا كنت بتتكلم على محمود ابو الرجال، يعني حدث ولا حرج، محمود من اعلى المساعدين الموجودين من اعلى المساعدين اللي موجودين في التحكيم في مصر، بالتالي هو وجوده في المباراه حاجه مميزه جدا، محمود ابو الرجال. وبالتالي اختيارات اللي تمت في المباراه مش كلها تمت بصوره كويسه ولا كلها مش كويسه، بالتالي بنتكلم ان في نقط لازم نحط سبوت عليها، كان لازم اتكلم عليها، ولازم نتكلم ان فعلا
الاختيارات مش كلها صح والاختيارات مش كلها غلط، لكن في الاخر امنيتي انا الشخصيه ان بعد الاختيار خلاص اللي حصل لطاقم التحكيم الاهلي والزمالك، اتمنى ان شاء الله المباراه تخلص بصوره تحكيميه مميزه للتحكيم المصري. اتمنى لابراهيم كل توفيق، اتمنى لهاني عبد الفتاح او سامي هلهل وهاني عبد الفتاح كل توفيق، احمد الغندور معاهم اتمنى الطاقم ينجح بالكامل. اتمنى لمحمد عادل اللي دايما هو حمال الاسيه، يعني زي ما بيقول حمال الاسيه في التحكيم المصري، يمكن يتحارب كتير فتره كبيره من لجنه بيريرا، وبيريرا كان عايز يخرجه من القائمه الدوليه وصابر، والحمد لله ربنا كرمه كاس الامم. هو في موقف صعب، خارج من مباراه صعبه المصري ومودرن فيوتشر، وعنده مسؤوليه كبيره. اتمنى له التوفيق من كل قلبي، واتمنى التوفيق لعاطف حسين ومحمود ابو الرجال. وان شاء الله بعد المباراه يمكن انا هحلل في كوره بلس وطالع بعد كده هوا لايف في القناه الاولى مع كريم رمزي، وان شاء الله اتمنى اخرج بعد المباراه اتكلم بصوره ايجابيه عن طاقم التحكيم بالكامل وبالتوفيق للتحكيم المصري. دي كل حاجه عندي النهارده بتكلم فيها لطاقم تحكيم الزمالك والاهلي، وبرضه اتكلمت بصوره مستفيضه جدا على مودرن فيوتشر والمصري، او المصري ومودرن فيوتشر. المصري كان عليه الماتش اللي كان عليه لغط كتير، ويمكن ما اسعفنيش الحظ ان انا احلله في كوره بلس. خالص التوفيق للتحكيم المصري، خالص التوفيق لطاقم التحكيم، وان شاء الله بعد المباراه التقيكم في المكانين اللي قلت لكم عليهم في كوره بلس مباشره بعد المباراه، وبالليل بعد الساعه 12 هبقى موجود مع على القناه الاولى مع كريم رمزي ان شاء الله. نتكلم باستفاضه على طاقم التحكيم، واتمنى من كل قلبي اطلع اتكلم بايجابيه كبيره على طاقم التحكيم المصري في المباراه. شكرا لكم، سلام عليكم.